السلام عليكم واهلا بكم يا رجاله في فيديو جديد. وفيديو النهارده مش هنلعب اي فوت موبايل ولا حتى اف موبايل، ولكن فيديو النهارده هنتكلم عن الكوره اللي هي الماتشات الحقيقيه. يعني فيديو النهارده بقى هنتكلم عن الماتشين بتوع نص نهائي دوري الابطال، الا هو باريس وارسنال وبرشلونه وانتر. يعني هنقول مثلا مين اللي لعب احسن، نتكلم عن الحالات اللي في الماتش، نتكلم عن اللعيبه، نتكلم عن الكلام ده كله، واقول لك برضه مين اللي انا متوقع ان هو هيتاهل يعني. ولكن قبل ما نبدأ متنساش تصلي على النبي وتحط لايك فيديو على العاب واشترك في القناة. عاوزين نوصل 4000 في أقرب وقت، وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك إشعارات بداية جديدة. ويلا بنبدأ. نبدأ يا جدعان بقى مع ماتش أرسنال وباريس. والماتش يا جدعان أنا مش فاهم ليه ناس كتير قوي متفاجئة من إن أرسنال خسر جماعة. وعشان مثلا أرسنال كسب الريال، أنا على فكرة مدريد يا جدعان لو أنتم مش عارفين، وعشان كسب الريال مثلا، والريال في أسوأ مواسمه من آخر مثلا 10 سنين. يعني عشان كده يبقى هو مثلا هيخش بقى يدمر باريس ويكسبهم 5؟ لا يا جدعان، هو ظروف ماتش وارسنال في ماتشين رايح جاي بتاع الريال، هو كان مكتسح الريال، ويعني عمل ماتشين عالميين وماتشين عمره حرفيا، وعمل اداء عالمي جدا. ولكن ده باريس يا جدعان دلوقتي مع انريكي فرقة متكاملة جدا. انت بتلاقي أظهرة جامدة بتهاجم وبتدافع، بتلاقي خط دفاع كويس جدا، بتلاقي دوناروما فاق. دوناروما السنة اللي فاتت او حتى في اول موسم ده ما كانش احسن شيء يعني. تلاقيه فاق. خط نص عالمي، عندك فيتينيا، نيفيز، ومش فاكر، فابيان رويز، خط نص عالمي. والجون طبعا كاسح، وديمبلي وباركولا بقى والناس ديت وهنجيلهم دلوقتي. ولكن ارسنال الماتش ده ما كانش اسوأ حاجة، كان بيروح على الجون وبتاع. ولكن هو الفكرة في باريس انهم جابوا جون بدري. على فكرة الفيديو ده يا جدعان انا مش محضر اي حاجة، انا بقول الكلام بتلقائي وبنمشي مع بعض كده وعلى الله بقى. المهم باريس اللي ساعده ان هو جاب في الجون في الاول، الجون تقريبا بتاع ديمبلي في الدقيقة الرابعة. نتكلم بقى عن ديمبلي. ديمبلي انت ازاي يا اسطى؟ اللي يشوف ديمبلي وهو بيجيب الجون دوت من الزاوية دي ما يقولش ان هو اللي كان بيضيع فرص قبل كده وميسي يصنع له ويقعد يضيع، وليه فرص مشهورة كتير، ولعب الإصابات فاهم. فهو كان محتاج فعلا إن هو يخرج بره برشلونة، لأن تقريبا برشلونة هي اللي كانت النحس. فديمبلي عامل موسم عالمي، وكله بيتكلم عن إن إيه بقى، رافينيا هياخد بالون دور، لا يمين يامال، لا بدري. خلي بالكم من ديمبلي يا جدعان. ديمبلي محقق دوري مع باريس سان جيرمان، مش عارف هم عاملين ايه في الكاس بصراحة، ولكن فكك من الكاس بتاع فرنسا دوت. ولكن هو في دوري الأبطال، لو خد دوري الأبطال ممكن يكون مرشح بنسبة كبيرة جدا. وأعتقد باريس مشاركة في كأس العالم للأندية تقريبا، لو وصلوا لحتة حلوة فيه برضه ممكن ياخد بالون دور عادي جدا يا جدعان. طيب نرجع للماتش. باريس أنا بشوفه عمل ماتش كويس جدا. راح كذا مرة، ما كانش الماتش الهجومي اللي هو زي كل مرة الصراحة. عندنا برضه كورة بتاعت دوي جت في العارضة وبتاع. راح كويس، أنا شايفه ماتش كويس جدا من إنريكي. أنت بتفوز على أرسنال في ملعبه، يعني العودة طبعا في السان جيمس بارك اللي هو ملعب باريس. ماتش صعب جدا على أرسنال. ولكن يعني الماتش دوت الصراحة أتوقع إن اللي هيتأهل هو باريس. باريس على أرضه صعب جدا يتهزم، وأصلا السنة دي في الدوري كله لسه مهزوم من نيس اللي هو آخر ماتش، فصعب جدا يعني يتهزم. وأتوقع إن باريس في النهائي كده نكون خلصنا ماتش باريس وأرسنال. نروح بقى الماتش برشلونة والإنتر. بس يا جدعان، هو لامين يامال ده أنت إزاي 17 سنة يا اسطى؟ انا يا جدعان داخل على 16، هو داخل على 18، يعني فرق بيني وبينه حوالي سنتين، سنه ونص كده ولا حاجه. انت ازاي يا اسطى؟ الواد ده يا جدعان مزور. انت بجد ازاي انت ده 18 سنه او 17 وشويه؟ ازاي يا جدعان؟ الواد مش طبيعي حرفيا. مش هقارنه بميسي وبتاع، بس هو تحسه ستايل ميسي فعلا. يعني الواد بيروح بيعدي وعنده ثقة بنفسه خيالية. اللي هو انت ايه يا ابني ده؟ انت ولا كأنك معاك 10 بالون دور. في ايه يا عم؟ بالراحة، الواد حرفيا فظيع. انا كمدريدي استمتعت جدا بلامين يامال. الواد بيعدي وبيروح وعنده يعني ثقة بنفسه مش طبيعية. والجون اللي جابه جون عالمي، جون انا بشوفه احسن جون في الماتش ده. الماتش ده فيه 6 جوان، فيه جوان جامدة جدا. جون بتاع دومفريز حلو أوي، هنيجي لدومفريز ده كمان شوية. لكن بشوف إن جون لامين يامال أفضل حاجة، يعني أحسن جون. شوف مختريان لما جه يخش عليه قام واخده كده، وبعد كده قام رايح حطها كده فاهم، بمنتهى السهولة. حرفيا بمنتهى السهولة، ولا كأنه فاهم هو ضامنها، هي جون يلا فاهم جون.
وبرضه يا جدعان عاوز اتكلم عن فران توريس. فران توريس يا جدعان السنه دي بجد كويس جدا. يعني السنه اللي فاتت كانوا بيقعدوا يتريقوا عليه وبتاع، وكانوا الصراحه يعني فاهم طريقه للميمز يعني. كان هو ماده خام للميمز الصراحه. ولكن هو السنه دي مع فليك كويس جدا. يعني بتلاقي على الدكه بينزل يجيب اجوان. حتى لما يشارك اساسي بيشارك كويس. طبعا هو مش زي ليفا. ليفا حتى لو بص بعكاز كتحركات احسن، كانه بينزل لتحت وبيلعب فاهم، يفتح مساحات. انا يا جدعان ما بفهمش في التحليل، انا بتكلم بس كوره وخلاص فاهم. بنتكلم كماتش وكايجابيات وحاجات كده يعني. المهم هو طبعا ليفا احسن. ولكن توريس انا شايفه مش وحش لحد مثلا ما ليفا يرجع. واصلا في كلام ان هو احتمال يلحق ماتش العوده يعني وكده. فتوريس كويس جدا وجاب جون برضه فاهم، متألق في آخر فترة وجاب جون في الريال وبتاع فاهم. فكويس توريس يعني. طيب نروح بقى للإنتر. عندنا يا جدعان دومفريز الباك اليمين بتاع انتر. الواد ده عالمي وانا بشوف انه مظلوم. انا قبل كده اتفرجت عليه في اليورو مع هولندا. الواد ده اسطوري، سرعة، قوة بدنية، يعني فاهم بيكون حلو جدا في المرتدات طبعا. وبيدافع حلو يعني فاهم، مش زي ارنولد مثلا الدفاع عنده مش احسن حاجة بغض النظر عن انه تطور فيه شوية السنة دي. ولكن بنتكلم بشكل عام ان هو مثلا متوازن فاهم. يعني بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم. عمل النهارده جاب جونين في الماتش، وكمان عمل اسيست. ولكن الجون اتلغى، اللي هو الجون بتاع مختريان دوت. فحرفيا باك ده عالمي. الواحد والله يا جدعان كمدريدي لما يشوف الباكات ديت بيزعل. يعني تلاقي باريس عندها حكيمي ونونو مندش، وانتر عندها اسمه ايه دومفريس، ومش عارف دي ماركو برضه كويس يعني. ما عملش ماتش اوحش حاجه. ولكن لامين يامال ارهقه الصراحه، والراجل ملوش ذنب. هو لامين يامال ده محدش يعرف يعني يسيطر عليه بصراحة. وتلاقي برضه برشلونة عندهم كوندي اللي جاب جون الفوز فينا، وده دفاع كويس جدا وبالدي. واحنا عندنا فاسكيز واسمه ايه ميندي وفران جارسيا. وهنكمل بقى الموسم بفران جارسيا واسينسي وفايخو وفاسكيز. ده هيكون خط الدفاع. حرفيا مفيش حد. دول اللي هم دفاع اساسي، المركز بتاعهم الاساسي يعني. بغض النظر عن انه مثلا ممكن يرجع تشاوميني وفالفيردي ايا كان. انا بس دول المدافعين اللي هم المدافعين الصريحين بقى في الريال حاليا. نرجع يا جدعان لماتش انتر. انا بشوف صراحة ماتش من امتع الماتشات اللي اتفرج عليها السنة دي بأمانة. يعني انت بتلاقي ماتش 3-3 6 جوان في نص نهائي دوري ابطال. يعني حاجة اسطورية وسهرة عالمية حرفيا. وهي دي الكورة بقى فاهم يعني. لما تشوف ماتش زي دوت تقول ان احنا بنتفرج على الكورة عشان كده، عشان نستمتع. انا كمدريد استمتعت بغض النظر بقى برشلونة استفاد، برشلونة كسب، برشلونة خسر، انا استمتعت بماتش عالمي بجد يا جدعان. طيب نيجي لحاجة كمان الا وهو بدري عمل ماتش كويس مش اوحش حاجة. ولكن انا ملاحظ ان هو ماتش الكلاسيكو اللي فات رغم ان هو جاب جون وكان بيتحرك، ولكن ده مش اداء بدري اللي هو في المرات اللي فاتت بقى اسيستات وبيودي باصات. بلاحظ ان هو بقى فيه ميس باص كتير جدا عند بدري، في كور كتير قوي بيلعبها غلط. ولكن هو برضه يظل اسطوري. وبرضه حط في دماغك ان في اجهاد بدني. اللعبه دي بتلعب كتير جدا، بتلعب دقايق كتير جدا، وبتلعب اكتر من بطوله وبنفس على اكتر من بطوله. ورايح حتت بعيده كمان، مش زي مثلا الريال خرج من دوري الابطال. مفيش كاس فاهم. فالريال يعني عادي قدامه دوري بس تقريبا دلوقتي. فاللي هو اخف من برشلونه شويه. ولكن برشلونه عليهم ضغط كبير جدا. طيب نيجي بقى لتقييم الماتش دوت مثلا بالنسبه لبرشلونه. بالنسبة لبرشلونة أنا شايف النتيجة مش أسوأ حاجة. ليه؟ لأن برشلونة يعني مش برشلونة المرعب. خط دفاعه ما كانش حلو، بالذات التمركز في الركنيات أو في الكرات الثابتة ما كانش أحسن شيء. كان في غلطات كتير. تشيزني بقاله فترة أداؤه متراجع، بقاله كام ماتش أداؤه متراجع يعني. وكمان عندك جورد مارتن بيلعب في الباك الشمال بدل بالدي. فجورد مارتن ده كارثة دفاعية حقيقي حقيقي يعني. وكمان في الهجوم مش احسن حاجه. هو اصلا تقريبا لاعب خط وسط. قولوا لي يعني في الكومنتات لو هو خط وسط ولا لا، عشان انا في دماغي ان هو خط نص يعني. تقريبا ده اللي جاي في دماغي يعني. لكن يعني انا بتكلم بالنسبه للانتر، انت خرجت مستفيد جدا. انت متعادل مع برشلونه يعني. ولكن الماتش ده اتلعب، هتروح على ارضك بين جمهورك. طبعا كلنا عارفين جمهور ايطاليا وسان سيرو بقى، ولا مش عارف اسمه جوزيبو مياتزا لما انتر يلعب فيه ايا كان يعني. المهم ان هو الملعب دوت ملعب رعب حرفيا. وخاصة بقى سيناريو الماتش دوت هيكون حلو الانتر لو جاب جون في الاول.
كلنا عارفين انتر بقى وطريقة الدفاع والإيطالي، الدفاع الإيطالي يعني، وإنزاجي بقى. إنزاجي ده يا جدعان مدرب عالمي، مدرب إيطالي، يعني مش زي اللي عندنا، فاهم؟ هو إيطالي أوي بس بيقدم أداء عالمي، وبيعرف يتعامل مع فليك. ها يعني اللي في بالي بيعرف يتعامل مع فليك عادي، وبيجيب فيه جوان وبتاع وعادي يعني. ولكن الصراحة إنزاجي مدرب كويس جدا، وبيعرف يتعامل مع الماتشات اللي زي ديت، رغم إن الإنتر آخر 3 ماتشات متعثر وبتاع، مش متابع الدوري الإيطالي الصراحة، لكن أنا بشوف الحاجات ديت يعني. فإنه يجي ويتعادل مع برشلونة دي حاجة كويسة جدا. وانا شايف ان ده تعمل الماتش دوت بعيدا عن عاطفة والله يعني، مش عشان مثلا انا مدريدي فاقول ان برشلونة تطلع، لا، بس لا يعني، انا شايف ان انتر هيتأهل. انا متوقع السنة في الماتش ان انتر هيبدأ، هيجيب جون، او في بداية الماتش كده زي باريس مثلا لما عملت مع ارسنال، هيجيب جون، هيقعد بقى يدافع، فاهم؟ عارف زي ما تكون بتلعب بيس، الناس اللي بتلعب بيس، يدافع تشتيت بقى، فاهم؟ هيودي اي حاجة، يضيع وقت بقى. فهي دي طريقته، وهيعمل مرتدات، ممكن يجي يخطف جون تاني وتالت. فانا بشوف الماتش دوت لانتر. فدي توقعاتي للنهائي، باريس وانتر. طبعا اتمنى باريس وبرشلونة، يعني هيكون ماتش ممتع جدا، ولكن انا اتوقع باريس وانتر. قول لي بقى توقعاتك في الكومنتات، وقول لي رايك في الفيديو، وحابب اننا نكمل في المحتوى دوت ولا لا. بس كده يا رجاله، اشوفكم ده الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.